ليه تشتريها من بره لما انت ممكن تعمليها في البيت بكل سهوله، واحلى من بره واطعم بكتير، والكميه بتاعتها كبيره جدا. اجنحه الدجاج او التشيكن وينجز الكبار والصغيرين بيحبوها وتحفه تحفه. تعالوا بقى اقول لكم الطريقه. هنا جبت كيلو اجنحه دجاج، غسلتها كويس، حطيت عليها توابل، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل، بابريكا، كوبايه زيت كبيره. بدات كده اقلبهم في بعض، عايزه الخليط ده كله يتجانس مع بعضه. تعالوا بقى نعمل لها كفر خارجي، كوبايه دقيق كبيره، كوبايه نشا، من غير طبعا اي توابل لان احنا حاطين توابل في الاجنحه. قلبي كويس كويس جدا. بعد كده تجيبي الاجنحه بتاعتك تحطيها، تاخد كفر واحد بس علشان طبعا هنقليها. بصوا ده هنا بعد ما خدت الكفر، طاسه بقى نحط زيت فيها ونسخنه جدا، نحط فيها الاجنحه. حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا كنت بملى الطاسه طبعا. تعالوا بقى نعمل الصوص على ما الاجنحه تتقلي. معلقه كبيره كاتشب حار، معلقتين كبار مايونيز، معلقتين كبار باربيكيو. قلبي بقى الخليط ده كويس كويس جدا، انا عايزه الخليط ده يتجانس مع بعضه. طبعا ضيفي عسل معلقه كبيره، بس دي اختياري، انا بحبها سويت اند ساور كده، فعشان كده ضفت عسل. انتي مش حابه كده ما تضيفيش. ومعلقه مايونيز كبيره برضو، دي اختياري مش اجباري. ولو انتي مش عندك كل الصوصات دي، كاتشب حار يكفي. قلبي كويس جدا لحد ما كله يتجانس مع بعضه. هنا بقى كانت على النار، شوفوا خدت اللون الذهبي تحفه. هنا بقى بعد ما طلعت كان لونها فظيع ومقرمشه، ممكن تتاكل كده عادي جدا، كان طعمها خطير برضو. بعد ما حطيتها في الصوصات جهزت البطاطس بتاعتي، الكول سلو، هبقى انزل لكم الطريقه، كان طعمها خطير.